إن الjunior أصلًا في الأول بيبقى بيطلب منه حاجة اسمها task estimation وtask estimation دي جزء مهم دي جدًا في ال دي في عقدة ال عقدة في أي في في developer. ال في الprocess دي جزء مهم جدًا، أنت لازم يكون عندك time. فالjunior يضبط إزاي موضوع الtask estimation؟ يعني أنا كنت باقول وأنت بتتكلم هي عقدة أي software developer دايمًا أول ما تقول له estimation بتحس إنه اتكهرب، يعني في حاجة حصلت إيه ده estimation يا نهار أبيض! ده commitment ده أنا لو ما خلصتش ده أنا. طيب خلّيني أقول estimation من وجهة نظر 2 مختلفين، أنا راجل اشتغلت software developer في وقتٍ ما وكان بيطلب مني أحط وby the way أنا لمّا اشتغلت software developer ما كانش ساعتها في agile ما كانش في process ما كانش في الحاجات دي خالص، إمم. ما كانش في حتى الحاجات اللي هي الناس دلوقتي بتتعلم منها اليوتيوب وLinkedIn ما كانش في الكلام ده خالص. إمم. ف فأنا شُفت وأنا software developer لمّا كنت باعمل estimation كان بيفيدني أنا في إيه، ولمّا بقيت في الحتّة بتاعة الprocess عامةً أو الحتّة بتاعة الproject management نفسها، شُفتها بيحتاجوها في إيه. فهو أنا هاحكي الأول من ناحية as a project manager أو as a process lead الموضوع أنت بتحتاج الestimations في إيه. أنت دايمًا الناس ما بتبقاش فاهماه أنت عندك project الproject ده منتج product هيتباع بشكلٍ ما، الproduct ده ليه تَمَن، التَمَن ده بيتحدد على إيه؟ يعني إيه اللي بيحدد تَمَن الproduct ده؟ الناس ما بتبقاش فاهمة، الناس بتحس إنه يقول لك الimpact بتاعه في السوق، أوكي، يقول لك حجم الproduct أوكي، يقول لك مش تفاصيل كتيرة أوي، بس هي في إجابة واحدة بتلخّص القصة، الوقت. هو الproduct ده بيتحدد الcost بتاعه based على الوقت، إمم. هو هياخد مننا وقت شغل قد إيه عشان نطلّعه السوق. الوقت ده بقى هيكلّفنا الشركة، هيكلّف manpower، هيكلّف هيكلّف كل الحاجات اللي بنتكلّفها دي بتتلخّص في وقت. فأنا في الآخر حد من ناحية الmanagement أنا محتاج أعرف الوقت اللي دي هتخلص فيه، على أساس حاجات كتيرة أوي، أول حاجة هابيع بكام، وهابيع إمتى، هانزل بالmarketing campaigns بتاعتي إمتى، هاسوّق إمتى، هاشتغل إمتى، هاخد feedback من الcustomer إمتى، فكلّهم فيهم إمتى، فإمتى دي time. بس ده من الناحية دي. طيب أنا من ناحية as a software developer ما هو أنا نفس الكلام، هو أنا النهارده جات لي تاسكاية هاشتغل عليها، هو أنا حابب فكرة إن أنا التاسكاية تفضل معايا عايمين مع بعض أيام وسنين؟ لأ، ما أنا محتاج أشوف achievement، عشان أشوف achievement أنا محتاج أعمل نفسي task management أو time management بشكلٍ ما، عشان يlead إن أنا أطلّع الtask دي في التوقيت الفلاني، حلو؟ مضبوط. طيب فعشان أعمل كده أنا محتاج آخد التاسكاية دي اللي جات لي، أكسّرها لحاجات صغيرة أوي، صغيرة كتير أوي، ده هيساعدني إن أنا يبقى عندي check list شغّال عليها أو task list كده شغّال عليها باخلّص أول حاجة. تاني حاجة هيبقى عندي visibility كمان اللي أنا فين من التاسكاية، أنا خلّصت نُصّها، ربعها، تلات أرباعها، فحتى اللي أنا باقوله ده هو time في الآخر، يعني أنا خلّصت ربعها ما هو أنا ممكن أسهّل على نفسي أقول بالtime. فهو تسهيلًا على عليك أنت كjunior لمّا تدخل، اتعوّد دايمًا أي تاسكاية تاخدها تكسّرها لأصغر أجزاء ممكنة تقدر تعملها، أصغر جزء ممكن. إحنا بنسميه عندنا في السوق بالضبط. الsub تاسكاية الصغيّرة اللي هي إيه، دي اللي باتحرّك بيها على طول. خلّي دايمًا الsub تاسكاية دي ما تمدّش معاك لليوم اللي بعديه، دايمًا، دايمًا، دي أكتر نصيحة باقولها لأي حد، إمم. sub تاسكاية ما تعدّيش اليوم. ليه؟ عشان تمشي آخر اليوم وأنت ناقلها حاسس بachievement عملت حاجة، وتاني حاجة قادر تقيس أنت خلّصت قد إيه كل يوم. ما تبقاش اللي هي sub تاسكاية عايم فيها 3، 4 أيام، فأنت ما عندكش output فالناس عمّالة تسألك هتخلص إمتى، فأنت دايمًا better planning اعمل planning كويس أوي، قسّم sub تاسكات كويس أوي لتفاصيل chunks صغيّرة تخلص في يوم، وبعد كده هتلاقي الموضوع مع الوقت بدأ يتحسّن يعني. ممتاز.